يابا السلام عليكم. اليوم نتكلم عن صفة القائد اللي للأسف العراقيين أهملوا هاي الصفة الخطيرة اللي تحدد مصيرهم وضاعوا بين مطرقة الغرب وزندان الشرق. مرات تلقى أبناء الشعب يختارون قائد غير عراقي، ومرات تلقاهم يقولون الوعي قائد، وبقد ما هي كلمة غير منطقية إلا أنها إثبات على ضرورة وجود القائد. وصل الحال إلى درجة جعلت البعض يقومون بتنصيب قادة ميتين أصلا، وكل هذا اللغط سبب العالم الخارجي لهم حتى لا يكونون تحت ثرايا وطنية تقودها الأمة العراقية لبر الأمان. أكيد، فكل أمة من الأمم تمتلك قائد يختاروها أبناء شعب المميزات هو يمتلكها. من هاي المميزات هي المظهر والشخصية القوية والروح الشجاعة والوطنية وطريقة حديثة اللي تلامس قلوب أبناء شعبه وتكون دارجة بأغلب الأحيان. ولا ننسى أن كل هذه الصفات تمتع بها القادة العالميين الذين قادوا أممهم بالعصر الحديث، وعلى سبيل المثال نيلسون مانديلا وغاندي وجيفارا وإلى آخره من القادة. وعلى طار تحصيل القادة الدراسي، ما كانت شهادتهم الأكاديمية شرطا لأنصارهم، لأن القيادة مو وظيفة يستلمها الشخص، بل هي سمة وملكة تكون بيه منذ ولادته. ويستطيع شخصك الكريم الذهاب والبحث عن التحصيل الدراسي لمجمل القادة المذكورين آنفا، وستجد أنه غير مهم، بل المهم ما عملوه من أفعال ونوايا سليمة اتجاه وطنهم وأبناء شعبهم. كل اللي انذكر هو لتفنيد المقولة الشاذة اللي تنقال بحق القائد العراقي السيد مقتدى الصدر، وهي الكتابة اللي يكتبها مو هو اللي يكتبها أصلا. ما نكمل ابتدائية، شهادة خامس ما عنده. الأفكار اللي عنده من مستشارينه، مع أنه حتى لو امتلك شهادات البكالوريوس والدكتوراه والبروف، إذا ما كان بذاته قائد بالفطرة راح تكون الشهادات أهمية. والأمثال كثيرة لأصحاب الشهادات العليا الذين حكموا العراق طوال 20 سنة، كانوا أشبه بالدمى وبالدارج سعفة تتحكم بها أهواء الشرق والغرب، ولم ينفعوا العراق بشيء بل دمروه أكثر فأكثر، حتى جعلوا الشعب يترحم على الطاغية صدام حسين. صدق هو التحصيل الدراسي مال ابن صبحة شنو؟ المهم يا أخي، احنا هنا ما ننفي أهمية الدراسة الأكاديمية، بل نفند الإسقاطات الفكرية بحق القائد الوحيد اللي يمتلك العراق، من باب إجاب المرقعة شلاق، يعني إجاب الشهادة الأكاديمية على القيادة. أصلا جنابك يعرف مفهوم القيادة؟ زين، تعرف الفرق بين الدراسة الأكاديمية والدراسة الحوزوية؟ هاي أسئلة نطرحها وعليك أن تجاوب عليها عزيزي المشاهد. وبنهاية الفيديو راح نذكر لكم الشهادات اللي تحصل عليها القائد مقتدى الصدر ما دامكم مصرين على الشهادات. أنا ابن النجف والحنانة، أنا ابن محمد الصدر الذي رفض الظلم والمهانة، أنا الذي واجه الاحتلال فأذله وأهانه، أنا الذي للإصلاح استل سيفه وأظهر سنانه.